خلينا نشرح تصنيفات الانمي ومعانيها ونطقها الصح. كان نفسي حد على فكره يعمل لي الفيديو ده من زمان. نبدا باشهرهم. تصنيف الشونن. شونن يعني ولد صغير او ولاد عامه، عشان كده التصنيف بتاعهم بيكون اغلبه الاكشن او المغامرات او القوه الخارقه او كل ما يخص الاولاد عموما. تصنيف رقم 2 الشوجو. شوجو مش شوجو. شوجو يعني فتاة أو بنت، وعشان كده الأنمي بيكون رومانسي أو دراما أو كل ما يخص البنات والفتيات عموما. التصنيف الثالث سينن. سينن يعني شباب وبيكون عمرهم ما بين 18 ل 30 سنة، فمحتوى السينن عامة بيكون عن مواضيع شبابية أو عميقة. التصنيف الرابع جوسي. جوسي أصلا يعني آنسة شابة أو بنت شابة، والتصنيف بيخص كل ما يتعلق بالآنسة الشابة اللي ما بين 18 ل 30 سنة برضو، والأحداث بتكون واقعية أو خيالية عادي. التصنيف الخامس تصنيف الايسيكاي. مواضيعه بتكون عن ان بطل القصة بيتم نقله لعالم مختلف بطريقة ما، والاحداث كلها بتاعت الانمي او المسلسل بتدور في العالم اللي البطل اتنقل فيه. التصنيف الاخير معانا ميكا. انا ما دورتش بس هي تقريبا جايه من ميكانيكس تقريبا، ان التصنيف ده بيشمل كل الانميات او المواضيع اللي ليها علاقه بالروبوتات والالات والاجهزه الضخمه عموما. متردده اقول على تصنيفات بس بنيه خالصه هقول لكم ابعدوا عن التصنيفات دي انها مش كويسه خالص، وارجوكم ابعدوا عنها بجد. اكتبوا لي كل انمي بتحبوه في كل تصنيف من دول بس كده.